بالذمة المنظر ده ما يسعدك؟ المنظر ده ما يسعدكش لما تعمليه بدل ما تسمعي مسلسل؟ بالصلاة على النبي، روعة روعة، حاجة تفرح كده وانت بتعملي حاجة بتفرحي كده. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض النهارده عيش بلدي على الطاسة، ونجربه مع بعض كده ونشوف هنطلع النتيجة معانا عاملة ايه. ده معانا كيلو دقيق، دقيق بلدي، دقيق بلدي. معانا نص كيلو دقيق زيرو، اللي هو دقيق زيرو ابيض. ومعانا نص كيلو ميه، هنعوز نحط تاني عشان الدقيق البلدي ما بياخدش ميه كتير زي الزيرو. وهنحط، دخلنا كيلو الدقيق البلدي وهندخل النص كيلو دقيق عليه عشان وزناه بالميزان. والله يا جماعه الكيلو والنص، عشان اعرف ان عايزين نشوف الناتج بتاعه هيبقى ايه، لاجل نطلع مع الموضوع بفايده تستاهل ان احنا نشتغل فيها ولا لا. كده معانا الميه فيها معلقه سكر ومعلقه ملح صغيره، معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره. معانا 15 جرام، معلقه كبيره خميره حطيناها بتتفاعل عشان ده نوع جديد جايباه مش عارفه يطلع ايه، فهشوفه عن معي. كده بقى ايه، هنحط الميه على الدقيق ونعجن. الميه دي دافيه عشان احنا كده بقى في الشتاء، احنا ما شاء الله في شهر واحد، فهنحط الميه ونعجن. حطينا كده نص كيلو ميه كله، عشان انا ما بحب يا جماعه ايه، ما اعوزش احط ميه كتير، فبمزاجكم انتوا بقى. كده ممكن تعوز ربع كوبايه، ربع كيلو ميه تاني، يعني ممكن يعوز يجي ربع تاني، يعني نقوله ممكن يبقوا 3 كوبايات ميه اللي هي 200 جرام بتاع الشاي. هعجن العجين واظبطه واقول لكم ايه خد ميه قد كده. بقى يا حبايبي العجينه بقت زي الفل اهي، اهي شوفوا، وفي نفس الوقت بتلزق اهي. فاحنا كده بقى هنختمها. انتوا عارفين بقى طريقتي في العجين، بحب العجينه ايه، طريه شويه كده. بقى العجينه معانا ايه، بقت زي الفل اهي، والطبق نضيف وحلو كده. دايما خلي طبقك نضيف، حتى شوفوا من تحت لازم طبق كده وانت بتعجني ينضف وايديكي تنضف وكل حاجه كده. هنختم العجينه، هنرمشها ميه واغطيها بغطا اي حاجه كده كده اهو، صينيه مثلا زي دي وكده. العجينه ما شاء الله، شوفوا الطبق يعني ما اهي العجينه اهي. هنخلي العجينه دي تملى الطبق وبعد كده نشتغل فيها. تعالوا بقى نشوف العجين عمل ايه يا بنات يا حلوين، بالصلاة على النبي. بقى زي ايه، الكنافة. شوفوا عشان بقى لنا ايدنا مية بيلزق وعمل ازاي. شايفين الطبق من تحت؟ شوفوا منظر الطبق من تحت عمل ازاي، بصوا في قلبه كده. هنمسك بقى العجينة دي هنقرصها. احنا معانا كده هنحط معانا دي دقيق، اللي هو دي ايه البلدي. هنرش كده رشه حلوه كده خفيفه كده تحت التقرص اللي هنقرصه. وهنمسك شويه من دقيق الزيرو، اللي هو الزيرو ونقرص بيه. وهناخد من جنب الطبق كده ما نضيعش خمره، وبالصلاه على النبي نقطع حته كده من جنب الطبق، وهنروح حاطين ايدنا في الدقيق بقى كده وعلى ايدنا وهنعملها كده. طبعا الناس الكبيره كلها عارفه الحاجات دي، بس كانوا لازم ايه، يخبزوا في الفرن البلدي. احنا بقى ليه ما نخبزش في الفرن العادي؟ وادي الايه الرغيف، شوفوا عاملينه بالصلاه على النبي اكل قد رغيفين من الفرن. وهنشوف الدقيق ده هيطلع معانا كام رغيف، ونشوف ايه المكسب هيبقى فيه كويس ولا وحش. لا انا عادي نشتري رغيف ابو 2 جنيه، لا ليه كده ايه، في وفر نعمل حتى نص كيلو بنص كيلو على البوتاجاز. معايا يا حبيبي؟ هنقرص العجينه كلها بالشكل ده. وبقى ايه عشان ما اطولكوش الفيديو، اهو انت هتقطعها كده وتحط كل اللي بتعمليه انك بتقطعي العجينه بايدك وتروحي حطها في الدقيق مقرص، ممكن في ميه. بس انا بقى عشان اغطيه برضو لما ما يقشفش ويلزق في الحاجه، فبعمل ايه، هنعمله كده بالدقيق. خلص بقى التقريص ونوري. تعالوا بقى، قطعنا العيش اهو، طلعوا 24 رغيف ما شاء الله، الحجم كبير.
شوفوا بقى يا حبايبي، احنا يا دوبك قطعناه وهنخبز على طول، مش هنسيبه يترك، هنبططه على طول. هنحطه بقى على وشه من تحت بقى واحنا بنبطط دقيق زيرو، ومن فوق ومن تحت دقيق من الدقيق البلد اللي هو اسود ده. هو اي نعم اسمر قوي بس ايه صحي عن الدقيق الزيرو يا جماعه في الاكل. انا هعمل لكم، انا والله كنت بخبز بال 25 كيلو دقيق شكاره، 25 كيلو، واحط عليها 5 زيرو واخبزهم. بس يكفيكوا شر التعب بقى، الغضروف والركب. كل ما اروح للدكتور يقول لي غيري، عايزه عمليه في الغضروف وعايزه تغيير مفاصل الركب، والواحد بيحاول يسلي نفسه كده ايه عشان ينسى. فيا جماعه اعذروني لما يبقوني مقصره في حاجه عشان انا مبقدرش اقف كتير. انا هعمل دول بقى تحت، هقعد على الطبليه تحت وابطط الباقي، ويا دوبك يعني لو حد بيعمل معايا ممكن ياخد على الخبيز على طول. اما انتم هنحطه كده على الصينيه ابططهم كلهم واروح مشغله الخبيز برضو على طول كده. وبتبطط، شوف اللهم صل على النبي، يعني ممكن يتعمل من غير بطاطا عادي. الله يصلح حالكم كده بقى ايه، شجعوا كده واعملوا لي لايك وشير، وادعوا لي دعوه حلوه ان ربنا يشفيني من غير عمليات، عشان اعمل لكم حاجات حلوه للبنات اللي ما يعرفوش الحاجات دي. والله يا جماعه احنا بنجيب رغيف العيش ب2 جنيه، يعني ممكن عيل ياكله. ليه الافتراء اللي حصل ما اعرفش. فربنا يا رب يوسع رزق الجميع ويعدها على خير. وهنخبز لكم ان شاء الله عيش لبناني بتاع الفران، اللي هي بتاع الفران اللبناني دي، بس عاجز بقى يتعمل في الفرن التاني، هلاقي بس حد يساعدني في الموضوع. احنا ايه مش مرفعين السمك. وشوفوا بقى انا عملت معاكم شويه اهو، يعني شوفوا السمك بتاعه، ولا اللي هو رفيع ولا اللي هو ايه تخين. وهحط واغطي لحد ما اخلصهم، واقوم حاطه في الطاسه واخبز بقى، وهنيجي ان شاء الله مع بعض تاني. شوفوا بقى يا حبايبي، احنا خلصنا تبطيط. هقول لكم على فكره حلوه بقى كمان. احنا هنعمل ايه، قبوري كده للعيال الصغيره، هنحط فيهم سكر. كنا زمان بنعمل الحاجات دي في الخبيث. السكر ده يعني لو انتوا عايزين تغذوا اللقمه يا جماعه وتحطوا لها بقى انتوا من عندكم لبن، عندكم زبادي، عايزين تحطوا فيها سمنه، اللي انتوا عايزين حطوه. هنروح بقى ماسكين الرغيف مطبقين نصه على بعضه كده، وهنروح ماسكينه لازقينه ببعضه كده اهو، عشان انا عايزين من السكر ده ما يطلعش خالص اهو. وهنجيبه كده، دي ميه، هو كده ممكن ما يتفكش، بس احنا برضو عشان نبقى ضامنين خالص يعمل ايه، هنتني الحته دي كده، هنتنها بس كده، مش هنكترها عشان ما تبقاش مزغدله في الحاجه كده ومكلكعه، اللي هي تديكي ايه منظر مش حلو. هعمل التاني نفس الطريقه واوريكم اما نسويه هيطلع عامل ايه. ايه رايكم؟ وحاجه حلوه عاملينها للاطفال الصغيرين اهو، هياكلوا حاجه مسكره وحلو، ولا حط وبعجينه ايه ميه وملح. تخيلي نفسك كده بقى لما تعملي حاجه في البيت وتفرحي الفرحه دي بقى بيها وعامله بالمنظر دي. انا لو مش بصور لنفسي كنت بصراحه خبزت لكم العيش كله معاكم. تخيلوا بقى المنظر، وتدوسي على الرغيف كده يكمل ابابين، تدوسي كده وتدوسي كده تلاقيه الحته اللي انت دوست عليها ارتفعت تاني. انا كمني بصور الرغيف كان فستني مني. وبصراحه والله العظيم يا جماعه حاجه خطيره خطيره، روعه روعه بجد، وريحه البيت تبقى ريحتها خبيز وجميل. اظبط ايدك. شوفوا يا حبايبي، والصلاه على النبي، الصلاه على النبي، اتفرجوا على منظر العيش بقى، اتفرجوا على جمال العيش. شوفوا الرغيف حلو ايه اهو، شايفين المنظر؟ ما خدوش ايه، مش هياخدوا 10 دقايق شغل. اللهم صل على النبي، قلبه وعلو ايه. تعالوا شوفوا الرغيف ده، شايفين عامل ازاي الرغيف؟
شوفوا ده ب 2 جنيه، ابو 2 جنيه اللي بنجيبه ب 2 جنيه، يعني حبه العيش يقفوا ب 50 جنيه، وكل اللي غرمناه فيهم كيلو دقيق ونص كيلو دقيق. هحطهولكم من الاول على البتاع، وقعدت بططتهم وانا قاعده. اللهم صل على النبي. شوفوا من ناحيتين شايفين المنظر؟ بصراحه منظر راضيه عنه بجديه. خبزنا العيش يا حبايبي وخلصناه. اللهم صل على النبي. الرغيف ايه او 2 جنيه اهو، والبالصلاه على النبي كله قابب، مفيش رغيف مش قابب. شايفين قلبه من جوه يشهد اهو. العيش كله بنفس الشكل ده، وعلى استعداد افتحه لكم رغيف رغيف. شوفوا بالصلاه على النبي العيش. بصراحه ما كنتش متوقعه، اول مره اعمله على فكره العيش اللي على الصاج ده. وعملنا كمان حوانين بسكر للاطفال الصغيرين، ابوري. تعالوا شوفوها من جوه الابوري بقى، عايزاكم تتفرجوا. وهو بقى ايه، افتحيه كده معمول. شوفوا شكله من جوه بقى. استنى عايزه اوريهولكم من جوه. تاكلوا منه بقى ده ما تشبعوش. اعملوا لايك وشير، شيروا الفيديو وبألف يعني، واغبطهم وخلوا ريحه البيت حلوه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.